ازيكم عاملين ايه؟ انا ايزيس. الدنيا مظلمه شويه انا عارفه، بس استنوا كده اجرب حاجه. اعتقد كده احلى، كده الدنيا بقت منوره اكتر. المهم في الفيديو ده جمعت لكم كل الحاجات اللي انا جربتها من سولان مور واللي عملنا لها انبوكسنج سوا، وقلت لكم هجربها شويه وارجع اقول لكم رايي فيها. انا تقريبا مجربه كل الروايح بتاعتهم. هقول لكم ايه الحلو وايه الوحش وايه بيثبت وايه لا عشان تتجنبوه. بما اني جايبه الحاجات دي عشان جهازي، اتكلمت عن موضوع الجهاز ده كتير قوي الفتره اللي فاتت وهنكمل فيه. فلو انت كمان بتقرري انك تشتري حاجات لجهازك اعتقد الفيديو ده هيفيدك، فيلا بينا نبتدي. اللي هو ابدا مثلا بالبودي لوشنز الاول، السبلاشات الاول، الهير ميست الاول، ولا اجمع مجموعه. فبعد كده استقريت ان انا اقيم مجموعه، واثناء ما انا بقيمها اقول لكم ثبات كل حاجه فيهم عامله ازاي. خلينا نبدا بقى بالمجموعه بتاعه الفانيليا مع بعض. هقيمها كريحه الاول. الريحه بتاعتها مش ريحه فانيليا 100%، بس هي فانيليا في الاخر. يعني انت اول ما بتشميها كده وهي في العلب بتحسي ان ايه الريحه الغريبه دي، اصلا مالهاش اي علاقه بالفانيليا. بعد ما بتحطيها على جسمك بتلاقي برضو مش دي ريحه الفانيليا اللي انا عارفاها. بعد بقى ما بتستقر على الجسم وتهدى بتبدا ريحه الفانيليا تظهر وبتبقى هاديه كده ولطيفه. طيب خلينا نتكلم عن منتج. هنتكلم عن البودي لوشن ده من مجموعه الفانيلا ويف. اللوشن ترطيبه تحفه جدا جدا جدا. طب بالنسبه بقى للريحه، للناس اللي عايزه تجيبها عشان ثبات الريحه، خليني اقول لك ان ثبات الريحه من 4 ل5 ساعات بس كده، وبعد كده الريحه بتختفي تماما. وعلى مدار ال4-5 ساعات دول هتبتدي الريحه تقل. ده لو انا هتكلم على اللوشن لوحده، وده على فكره مش حاجه وحشه، انا شايفه كثبات لوشن هو كويس. سعره كام؟ 170 جنيه. اللوشنز عندهم كلها سعرها 170 جنيه. حجمه 120 مللي، وده حجم بصراحه قليل قوي. خليني اقول ان الكواليتي كويسه، بس انا جربت حاجات الريحه بتاعتها بتثبت اكتر من كده. بس عامه ده من الروائح الحلوه المميزه اللي هتلاقوها عندهم، والمجموعه دي لطيفه قوي. طب خلينا نتكلم عن الفانيلا ويف بودي سبلاش. السبلاش ده كميته اكبر من العادي، يعني هما السبلاشات بتاعتهم لما نيجي نتكلم عنها هتلاقوا كميتها اقل من كده. ده 200 مللي. سعره للاسف انا مش فاكراه، بس كان سعره اغلى طبعا من بقيه السبلاشات التانيه. بصوا هو برضو ريحته حلوه ولذيذه، بس ثباته مش قوي تماما. مجرد ما بترشيه محتاجه طبعا ترشي كميه كبيره جدا جدا عشان تحسي ان الريحه موجوده وثابته لفتره كويسه، وبالكتير 2-3 وبيبتدي يروح. ده لو انت اشتريتي السبلاش لوحده. طب لو انت جبتي الاتنين مع بعض وحطيتيهم، الريحه بالكتير قوي 7 ساعات كميكس كده للاتنين مع بعض، ولازم تبقي حاطه كميه سبلاش مش طبيعيه وترشيه على جسمك دايركت بعد ما تكوني حاطه اللوشن عشان تحسي ان الريحه حلوه. لو حطيتيه على الهدوم كانك ما حطيتيش اي حاجه خالص، الريحه بتختفي في خلال ساعه ساعتين والموضوع بينتهي يعني. بس ريحتهم لطيفه. نيجي بقى عند الهير ماست. الهير ماست انا جبت دي الاول، كانت اول حاجه جبتها من المجموعه دي. ثباته كان وحش جدا في الاول، ريحته كانت غريبه جدا، لونه كان فاتح زي ده كده. يعني بصوا الفرق، ده قاعد عندي بقاله داخل في سنه باين او مش فاكره، تقريبا سنه، وده لسه شارياه. اللون بيأكسد، ومش عارفه الاكسده دي خطر ولا لا، بس الريحه كل ما غمقت زي ما تقولوا اتعتقت كده بتبقى ثابته ثبات مش طبيعي، ممكن تقعد معاكي يوم واتنين، انا مش ببالغ. دي اللي هي لسه زي ما انا جايباها كده، مع الاستخدام مستنيه تبقى انها توصل زي دي حتى دي ريحتها اصلا اتقل بكتير من دي، بس دي ريحتها فانيليا اللي هو لما تحطيها كده على شعرك فانيليا مش طبيعيه. فلما تيجي تحطي بقى المجموعه كلها وتجربيها كلها هتلاقي ان انت ريحتك فعلا مطوله، بس اكتر حاجه هتبقي شامه ريحتها ريحه شعرك، واللي ممكن بالمناسبه ترشيه برده على جسمك. ما جربتش من عندهم اللوشن بصراحه، ما جبتش ساعتها غير انا اسفه، ما جبتش من عندهم الشاور جل، جبت من عندهم دول بس. ودي كده كانت المجموعه بتاعه الفانيليا. خليني اكلمكم بقى على الحاجات اللي هي الفرداني اللي انا ما جبتهاش مجموعه كامله. البابل جام بودي سبلاش ده شكله، بصوا هو ريحته بابل جام بس مليانه كحول، وده متعتق عندي بقاله فتره فهو جايب اخره خلاص. خليني اقول ان ثباته مش احسن حاجه بصراحه. ثباته كان بالكتير قوي ساعه ساعتين، وخلال الساعتين بتلاقي ان الريحه بتقل. بصراحه مجموعه البابل جام دي انا ريحتها انا مش مياله ليها، هي ريحه بنات كده صغيره عندها 10-12 سنه، لكن مش بنات كبيره معديه 25 سنه خالص. فانا بالنسبه لي ما كانتش من مفضلاتي بصراحه كريحه ولا كثبات
ولا كاي حاجه، وما كانش عندي اي تطلعات ان انا اشتري المجموعه كامله. انتوا حرين، عايزين تجربوها جربوها، بس انا ما جربتش منها غير البودي سبلاش بس، ما اعرفش اللوشن هيبقى عامل ازاي ولا ريحته هتبقى عامله ازاي. كمان البودي باتر بتاعت سولا نور اللي معايا دي، هقول لكم بالايه، ستروبيري تقريبا، ستروبيري بودي باتر. بصوا هي لذيذه وكل حاجه، وطبعا بستخدمها في الشتاء بس. بصوا تقيله كده وريحتها حلوه، تحسوا عايزين تجيبوا معلقه وتاكلوها، بس بعد ما تتحط على الجسم الريحه بتغير سيكه بسيطه، مش بتغير بس ما بتبقاش بنفس اللذاذه اللي بشمها في العلبه. ترطيبها حلو وتقيل وكل حاجه، بس عايز بقى ايه، ترطيب الترطيب يعني، لان هي بتلزق سيكه. جربت شويه بودي باترز كانوا احلى بصراحه منها، امتصاصهم اعلى شويه، ما بتدينيش احساس الدهننه العجيب ده، بس ستيل مش وحشه. فمش عارفه يعني، لو عايزه تجربيها برضو جربيها، مش بشعه، بس انا عن نفسي مش اكتر حاجه بتفرحني في سولا نور يعني. نيجي بقى على الماندرين شاور جل. الشاور جل ريحته ماندرين جدا بقى، عارفين الحاجات اليوستفندي بقى والبرتقال والماندرين، هي الروايح السترس دي، هو ده كده. بيسيب الجسم ناعم جدا، تحفه في الحته دي، ريحته خطيره، ولكن في عيبين. الريحه مجرد ما بتطلعي من الدش هي كانها ما حصلتش، هي مجرد ريحه حلوه وانت بتستخدميه. كمان اللون الاورنج ده، حتى بصوا هو مبقع ازاي في العلبه، بيبقع كمان على الجسم، هو بيروح بالميه كل حاجه، بس بيبقى احساس غريب جدا، اللي هو ليه لونه بيطلع كانه حاجه مصبوغه وبتبقع على جسمي، فمش بفهمه، بس ستيل مش وحش برضو، بستخدمه عادي يعني. طبعا انا ما عنديش بقيه المجموعه. خلينا نتكلم على مجموعه المسك بقى بتاعه سول اند مور، ودي الحاجات اللي انا جربتها منها، شاور جل، اللوشن والسبلاش. نتكلم على الوايت مسك كريحه في المجموعه بتاعتهم، هي مش زي ريحه المسك اللي احنا بنروح نشتريه اللي في توله كده ونفضل نحطه على جسمنا. مبدئيا الريحه لا مختلفه تماما، بس ستيل ريحه مسك. هل ايزيس بتحب الريحه بتاعه المسك بتاعه سولا مور؟ 6 من 10. 6 من 10. لو انتي حطيتيها واليوم كان حر ونزلتي الشارع تحسي ان ريحتك قلبت بصل. ما تسالونيش ليه، هو تتحط في البيت اوكي، تتحط في الشتاء والجو برد اوكي، وتبقي لابسه خفيف. ما تسالنيش ليه، ريحته مش عارفه كانت غريبه شويه بالنسبه لي، بس ستيل مش وحشه للامانه يعني. يعني الناس دي ممكن تجربها وتعجبها. بالنسبه للشاور جل، بينعم الجسم ويسيب الجسم ناعم قوي، وبينظف الجسم حلو بطريقه مش طبيعيه. ريحته كالعاده زي اللي فات بتثبت في دلوقتي، مجرد ما بتطلعي كانها ما حصلتش. نتكلم بقى عن الثبات بتاع الوايت مسك لوشن وسبلاش. اللوشن ترطيبه خطير، ترطيبه حلو قوي قوي قوي. طبعا مش علاجي، ولكن هو حلو لو انت من الناس اللي بتهتمي بنفسك طول الوقت وعايزه تشتري حاجه ترطب وتدي ريحه حلوه في نفس الوقت. هو بيدي ترطيب حلو بتحسيه على جسمك. بالنسبه لثبات الريحه في اللوشن، خلينا نقول من 3 ل 4 ساعات بالكتير قوي. في مدار ال 3 ل 4 ساعات بتبقى الريحه بتبتدي تخف 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 تخف، بعد كده بتختفي. لما تحطوا بقى السبلاش لوحده، السبلاش حرفيا هو ساعتين برده بالكتير وبيختفي كانه ما حصلش. لما بتحطي بقى الاثنين مع بعض تبقى الريحه ثابته وحلوه، بس بالكتير قوي 5 ساعات الاثنين مع بعض، ماكسيموم 5 ساعات، وهتبقى الدنيا كده خلاص يعني. فهل هم كويسين ولا لا؟ مش وحشين، مش وحشين. يمكن انا شايفه ان السعر مع الحجم مش متناسقين قوي يعني. المجموعه دي كلها كانت ب 600 جنيه، فكل واحد واقف عليا ب 200 جنيه. ده ادفع فيه ليه 200 جنيه؟ يعني مثلا لو عايزه تدفعي في دول اوكي، لكن ده ما تدفعيش فيه بصراحه يعني. اوفرول ما كانوش وحشين، يمكن الريحه بس ذوقي انا مختلف فيها، فيفضل تشميها الاول قبل ما تفكري تشتريها عشان تعرفي هي هتعجبك ولا لا. نسيت حاجه في الحاجات الفرداني، وهي الريد فورست هير ميست. هموت واجرب الريد فورست دي، هموت واجربها بجد كمجموعه. للاسف ما لقيتهاش، ما لقيتش عندهم غير الهير ميست فاشتريته. ريحتها بيور سيدكشن بالظبط زي بتاعت فيكتوريا سيكريت، دي احلى ريحه عندهم. ما اعرفش ثباتها ايه لاني ما عنديش غير الهير ميست بس، وثباته قوي ولطيف وبيقعد، ولكن مش ثباته زي بتاعه الفانيلا ويف. هل يا ترى لما تقعد وتتعتق تبقى كويسه؟ بصوا لونها فاتح ازاي. هل هتغمق؟ ما عنديش ادنى فكره، هنجرب ونشوف سوا. فاديني مستنيه، ما عنديش فكره، بس ثباتها حلو وريحتها خطيره يعني. دي من احلى الروائح اللي جربتها مع سولا مور بصراحه. نسيت كمان حاجه في الحاجات الفرداني، تصدقوا؟ العود لوشن.
انا برغم ان انا ما بحبش ريحه العود، الا ان العود بتاع سولان مور خطيره، ومن على فكره من المجموعات الغاليه عندهم. تحفه تحفه تحفه، ريحه تحفه، ترطيب عالي، يمكن ترطيبها اعلى من كل اللي انا اتكلمت عليه دلوقتي. ريحتها ثابته حرفيا ثبات مش طبيعي، دي اكتر واحده ثابته عندهم. فلو انت عايزه حاجه ثابته وبتحبي روايح العود، طبعا اشتري بتاعت سولان مور اللي بالعود دي، ارشحها لك جدا جدا جدا. خلينا نتكلم عن الحاجه اللي بعد كده، وهي مجموعه ديليشس بتاعت سولان مور. جربت من عندهم اللوشن والسبلاش بس. بصوا الريحه بتاعتها نص نص، يعني ريحتها فيها شويه زرع كده، تحس ان هي ريحه زرع، ما تسالونيش ليه، وفي نفس الوقت صابون. مش عارفه، هي مش وحشه بس مش احلى حاجه بالنسبه لي بصراحه، يعني تحس انها ريحه مألوفه كده بس مش عاجباني. الترطيب تحفه، لذيذه، من الحاجات اللذيذه اللي جربتها. السبلاش ثباته مش احلى حاجه بصراحه، برضو ساعتين وبيروح. لما بتحطوهم مع بعض بتبقى الريحه بتقعد فتره اطول، بس مش اكتر ريحه انا مياله ليها. خليني اقيم لكم الثبات كمجموعه كده واحده واحده. مبدئيا العود من اختباري للوشن انا متاكده بشكل ما ان بقيه المجموعه هتبقى ثابته. ما عنديش امل في الشاور جل، بس انا عجباني برغم اني ما بحبش العود، بس حلوه. بعديها على طول هختار مجموعه الفانيليا، بعد كده مجموعه الميست، بعد كده بعد كده مجموعه ديليشس. مجموعه ريد فورست اللي جربها هو اللي يقول لنا، عشان انا ما عنديش فكره. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، كان مفيد. هعمل لكم فيديوز كتيره في موضوع الجهاز ده، واشوفكم الفيديو اللي جاي.